أسئلة. الحيوان اللي ما تيعرفش الخوف نهائيا هو واحد الحيوان صغير ولكن عنده القلب ديال السبع. الناس كيعرفوه بالسميه ديال غريق العسل، ولكن في المغرب ولات الناس تتناديه بعسيلة. هذا الحيوان ماشي عادي، راه معروف عالميا بالشجاعه ديالو وبالقوه ديالو وبالطريقه اللي كيهزم بها حتى الحيوانات اللي كتكون كبر منه ب7 المرات 10 المرات. الفيل تيتحداه. عطاه الله واحد القوه ما تتخيلش. هاد عسيلة عنده جسم صغير شويه طويل وكيبان عليه بحال الدب المصغر، شي دب صغير. الشعر ديالو من الفوق رمادي ومن التحت اسود، وعينو كيدوروا مبرقين، ديما مبرقين بحال تيدير المراقبه وما كينعش النعس والو. كيعيش هو في الكهوف وبعض المرات في الحفار اللي كيديرها بوحده. هو من اكثر الحيوانات اللي كيعرفوا يلقاو المخبأ ديالهم في الارض بسهوله. ما تعتمد على حتى واحد، ما تعتمد على حتى واحد، تعتمد على نفسه، تعتمد على راسه بوحده. وكيعيش في المناطق بحال افريقيا وحتى في المغرب، في الغابات، في المناطق الجافه، وحتى في الاطلس كاين. يعني ممكن تكون دايز قدامه ما تعرفوش، حيت راه كيعشق. هو واحد القضيه فيه واحد الخاصيه خطيره، وتيموت على شي حاجه سميتها العسل. يقدر يشم ريحه العسل من بعيد وكيغامر حتى مع النحل. تيدخل الخليه تيبقى يجبد في الخليه، ما تيهموش كاع القيس ديال النحل هو كاع نهائيا. كيهجم على الخليه بلا خوف، وتيعض وتيضرب وتيدير. حتى هو ماشي ساهل، ماشي تيقرصو النحل وصافي، حتى هو تيدافع على راسو، ولكن ما تيتراجعش نهائيا. وحتى النحل ما تيقدرش عليه بزاف، حيت جلدو سميك بزاف وصعيب يدوز ليه السم، صعيب بزاف. هذيك الشوكه ديال النحله ما تقدرش تقتحم هذاك الجلد ديالو. وهو تيتميز بالمقاومه ديالو الشرسه للسموم. هذا هو السر اللي خلى العالم كامل ينبهر به. هاد عسيلة ما كيموتش بسهوله من السم. الحنش كيعضو، عسيلة تيطيح شويه تيرتاح واحد الساعه ومن بعد تيرجع ديك بحال ما وقع عليه والو، بحال لا ما تقاسم حتى حاجه. بعض العلماء كيقولوا عنده مناعه طبيعيه ضد السموم ديال الثعابين، وماشي غير كيتفادى الخطر، كيهجم. هو ما تيعرفش شي حاجه الدفاع، هجوم ديما هجوم. يقدر يواجه كبرى اللي تقدر تقتل فيه تيهاجمها هو. وحتى الضبع كيخاف منه، كيعض في الاماكن الحساسه ديال الحيوانات الاخرى، وكيبقى متمسك حتى يهرب الخصم. تيبقى ما تيتنازلش حتى يهرب الخصم. وعنده واحد الشجاعه ما نعاود لكم الشجاعه. تخيلوا معايا السبع ملك الغابه كيشوف عسيلة كيعلق، كيخاف يقرب ليه. وقعت بزاف ديال الحالات اللي السبع خاف يقرب العسيلة، حيت كيعرف باللي ما كيتراجعش اللور نهائيا. كيقاتل حتى اخر نفس، وكيطلع بالصوت بحال الزائر ديال الدب الصغير. حتى هو عنده واحد الصوت، عطاه الله واحد الصوت حتى هو تيتميز به. وعنده واحد الخاصيه اخرى اللي هي الذكاء، يتميز بالذكاء. غرير العسل اللي هو عسيلة ماشي غير قوي، راه ذكي بزاف. كاين فيديوهات تصورات في جنوب افريقيا كيبينوا فيه كيعرف يحل القفص، كيتسلق، كيدير خطط باش يحصل على الطعام، باش يتناول الطعام. يعني واخا تبعدوا عليه غادي يوصل ليه باي طريقه. ذكي بزاف، بحال جاسوس صغير في الغابه. شي هاد عسيلة تنشبهونا بحال شي جاسوس في الغابه، تعرف الاماكن، تعرف نقاط ضعف الحيوانات. يعني تيتميز بهذا الشيء بوحده. كيستعمل الحجر باش يطلع فوق السور. يعني واحد السور عالي تبقى يحط حجره فوق حجره، وكيعرف يفتح الاقفال بفمو. ذكي بزاف. الا حطيتيه في واحد القفص يقدر يحل القفل. بالنسبه للتزاوج ديالو، هو تيعيش في عائله طبعا. هذا عسيلة ما كيبقاش بزاف في مجموعه، كيعيش بوحده بعض الاحيان. ولكن وقت التزاوج كيتلاقى مع الانثى ديالو عن طريق الرائحه. تعرف الانثى ديالو عن طريق الرائحه. والانثى كتولد 2 صغار تقريبا، 2
والولادة تولد جوج، وكتمشي معاهم حتى يكبروا ويتعلموا الصيد والدفاع على راسهم. هاد الوعورية جابوها من امهم باينه، وغالبا كيبقاو معها شهرين ولا 3، من بعد كل واحد كيمشي في طريقه تيدبر على راسه، بحال مبدا الاستقلال المبكر تيستقل. بالنسبه للاكل ديالو راه ما كيبغيش غير العسل، راه كياكل كل شيء اللي جاتو في الطريق، البيض، الحشرات، العقارب، الفئران، العصافير، الفواكه والمتيح، حتى السمك. يقدر يصيد من واحد البركه صغيره سمكه وياكلها، كياكل كل شيء وما عندوش مشكله. يعني العلماء قالوا عليه راه بحال آلة تنظيف ديال الطبيعه، هو آلة تنظيف ديال الطبيعه. سبحان الله العظيم. هو في الحقيقه هذا الشيء اللي خلاه مشهور في المغرب هاد الايام، هاد القوه ديالو، هاد الصبر ديالو، هاد الذكاء ديالو، وهاد الفيديوهات فاش تيبان تيدافع على راسو وتيتقاتل مع الاسود، يتقاتل مع الفياله والضباع، وكيتفاخر من تيهزمهم ولا من تيهربوا ويخليوه، وكيدير حركات مضحكه. ما كرهتش نشوف هاد في الحقيقه هاد عسيلة، والله ما كرهتش لانه ما عمرني شفتو بشكل مباشر. خوتي اصدقائي، ما تنساوش ديروا لايك، ديروا كومنتير، وعلقوا على الفيديو، وشكرا جزيلا على المشاهدة.